بتلمي شعرك وانت ماشيه في الشارع ولا بتسيبيه؟ ماشيه في الشارع غير مريح بالمره. الناس بتضايق. حاسه بايه النهارده بعد تاني يوم من اعلان النتيجه؟ غالبا الواحد لسه ما فهمش ما استوعبش كليا اللي حصل. في اصوات كتير قوي في دماغي، حاجات كتير بتقول الوقت جاي وحش قوي قوي قوي، بس في حاجه كده في حاجه حلوه في الموضوع. بيقول الشعب الجالس في الظلمه ابصر نورا عظيما، والجالسون في كرة الموت وظلاله اشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. غالبا وقت الضلمة جه كده على مصر. حد ينور النور بقى. كل حاجة مش حقيقية بتقع، وفجأة مبقاش في حاجة، مبقاش في solid ground خالص. كلمة ربنا الحاجة الوحيدة اللي مش هتزول، الحاجة الوحيدة اللي ثابتة، الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقف عليها نكون بنثبت فيه قوي، بنمسك فيه قوي، لانه فعلا مفيش غيره. فاضل حاجه واحده بس، هقول بجد. لا مش شايفين بعينينا، اللي شايفينه بعينينا مش هو خالص الحاجه المشجعه، الحاجه اللي تخلي الواحد يكمل ويدوس وما يهموش حاجه. بالعكس الواقع بيخض قوي. يعني غالبا احنا بنحاول نهرب منه اصلا. احنا هنصدق في الواقع ده ولا هنصدق في الحق؟ الحق بيقول انا هو، امانكم في انا، حياتكم في انا، بيا هتعيشوا، مفروض ليا هتعيشوا. انا ممكن ابقى عايشه في بلدي اللي هي الدنيا مقلوبه فيها، وعندي امان اكبر بكتير قوي واتقل بكتير قوي وحقيقي اكتر بكتير قوي من الامان اللي هو بتاع ان انا ماشيه في الشارع ومحدش بيبصلي في بلد تانية نضيفه وفيها كل حاجه. عندي امان في وعود الله ليا، وفي صوت بيقول لي دايما انه انا محفوظه جدا، مفيش حاجه تمسكم من غير اذني. دي حاجه حلوه قوي.